يقول الأصمعي: قلت للخليفة هارون الرشيد يوما: بلغني يا أمير المؤمنين أن رجلا من العرب طلق 5 من النسوة. فقال الرشيد: إنما يجوز ملك رجل على 4 نسوة، فكيف طلق 5؟ فقلت: يا أمير المؤمنين، كان لرجل 4 نسوة، فدخل عليهن يوما فوجدهن متنازعات، وكان الرجل سيء الخلق، فقال: إلى متى هذا التنازع؟ ما أخال هذا الأمر إلا من قبلك أنت، ويقول ذلك من امرأة منهن. ثم قال لها: اذهبي فأنت طالق. فقالت له صاحبتها: عجلت عليها بالطلاق، ولو أدبتها بغير ذلك لكنت خليقا. فقال لها: وأيضا أنت طالق. فقالت له الثالثة: قبحك الله، فوالله لقد كانتا إليك محسنتين وعليك مفضلتين. فقال لها: وأنت أيتها المعدودة أياديهما طالق أيضا. فقالت له الرابعة، وكانت هلالية وفيها أنات شديدة، الأنا فيها عالية: ضاق صدرك عن أن تؤدب نساءك إلا بالطلاق؟ فقال لها: وأنت أيضا طالق. وكان سبحان الله ذلك بمسمع من جار له، فأشرفت عليه وقد سمعت كلامه، فقالت: والله ما شهدت العرب عليك وعلى قومك بالضعف إلا لما رأوه منكم ووجدوه منكم، أبيت إلا طلاق نسائك في ساعة واحدة. قال: وأنت أيتها المؤنبة المتكلفة طالق، إن أجاز زوجك ذلك. فأجابه زوجها من داخل المنزل: قد أجزت قد أجزت. فطلق 5 نسوة في ساعة واحدة. مصيبة صابتك يا اللعين، الله لا يوفقك. طيب طلقت حريمك في داهية، انت وحريمك مشاكلكم كثيرة، بس جارتك وش دخلها؟ الله يسلط عليك، إن الله يسلط عليك يا شيخ.